السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللي ما يعرفنيش يا حبايبي، انا قناة وصفات طبخ فلاحي مع ام مريم. يا ريت تشرفوني كده وتنوروني وتخشوا تشوفوا فيديوهاتي واللايك يا حبايبي، محدش ينسيني باللايك. يلا بينا نشوف كده، احنا عايزين نعمل حاجة حلوة النهاردة كده، نشوف هنعمل ايه. يلا بينا نشوف هنعمل طريقة ايه النهارده يا حبايبي. انا جايبه كده نص كيلو كنافه، خدت منه شويه عملتهم قبل كده وبقى ده عندي كده في الفريزر. هنعمل بقى كده صينيه كنافه بالمانجا. هي يا حبايبي كده هنعملها صينيه كنافه بالمانجا. هنقطعها كده ونحطها تتحمر في الفرن. مش هنحط عليها اي حاجه الا لما تتحمر، وبعدين نبقى نحط عليها بقى السمنه بتاعتها والحاجه بتاعتها. بس انا مش هحط عليها اي حاجه الا لما تتحمر، هحطها كده في الفرن تتحمر وارجع لكم. يا حبايبي كده احنا حمرناها نص تحميره اهيت، لسه هنحطها في الفرن تاني. سخنا بقى، سيحنا السمنه ديت هنحطها عليها. اهي حطينا السمنه دي كده، هنقلبها بقى كلها كده على بعضها ونحطها برده في الفرن تاني عشان تشرب كده من السمنه. احنا بقى نقلبها كلها كده عشان تشرب من السمنه ونحطها في الفرن. انا بحمرها في الفرن عشان بحطها في الفرن، ما بحمرهاش على البوتاجاز. اهي يا حبايبي قلبناها كده كلها على بعضها، نحطها بقى في الفرن تتحمر كمان شويه وابقى ارجع لكم. اهي يا حبايبي كده اتحمرت اهي بالسمنه اللي احنا حطيناها عليها. هنحط بقى معلقتين سكر بودر، معلقتين 3 حسب ما انت عايزه، حسب ما انت عايزاها مسكره عايزاها مش مسكره. اهي نحط كده على السكر ونقلبه ونحطها في الفرن تاني عشان السكر دوت يسيح. هي سخنه. نحطها بقى في الفرن عشان السكر ده يسيح وارجع لكم. معايا منجتين كده يا حبايبي، هنقطعهم بقى مع بعض عشان نحطهم كده على الكريم وعلى الكنافه. نقطعهم كده مع بعضنا، نقشرهم الاول وبعدين نقطعهم. اهي يا حبايبي كده نقطعها كده، ونقطعها بقى حتت كده. هي كمنها كانت في الفريزر متلجة. نقطعها بقى مكعبات رانشات زي ما انتوا عايزين، كل واحد حسب ما هو عايز، حسب ما يحب. دي كانت عندي في الفريزر. نقشر بقى التانية. متنسونيش بقى باللايك يا حبيبي، اللي اول مرة يشوفني كده يشترك في القناة. المانجا كانت في الفريزر عشان كده ساقعة، مش عارفة اتحكم فيها ساقعة اوي. هي يا حبيبي عملتها اهيت، هقطعها بقى وبعدين ارجع لكم.
ده يا حبيبي اللي باقيه هي من المانجا، اللي هي الحتت كده اللي كانت عند الناقه وعند القش دي والمانجا بتاعتنا خرطناها هي. هنعمل بقى ديت، هنحطها كده في كسرونه اهي، وهنحط لها معلقتين نشا او كاستر اللي عندي. اي حبايبي كده انا صفيتها، انا حطيتها ضربتها في الخلاط وصفيتها اهيت. هنحط لها بقى معلقتين سكر ومعلقتين نشا، نحط كده معلقتين نشا كبار، نحط لها بقى معلقتين سكر بس كده، عشان الكنافه عليها سكر والكريمه اللي انا عاملاها برضو والكريمه عليها سكر، فانا مش هكتر السكر. هضربها كده بقى واحطها على البوتاجاز، اسويها على البوتاجاز وارجع لكم. اي حبايبي كده الكنافه بتاعتنا هي اتحمرت اهيت وطلعتها كده وفضيتها في بوله. هنعمل بقى الكريمه بتاعتنا. معنا كوبايه لبن كده، كوبايه الا ربع لبن متلج طبعا، ومعنا كوبايه كريمه، ولو احتاجنا لبن تاني او ميه ساقعه نحط والكريمه دي عليها اللي هي الكريمه اللي بيبقى عليها سكر نضرب، ولو احتاجنا نزود. انا بعمل الكريمه هي يا حبايبي، انتوا شفتوني بقى وانا بحطها، اللي هي كوبايه لبن، كوبايه الا ربع لبن، كوبايه كريمه. فانا مش عايزه الصوت يطلع في البتاع ده في الفيديو، هضربها بس قدامكم كده اضربها بقى كده، اكملها ضرب وبعدين ارجع لكم يا حبايبي. دي بقى المهلبيه بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض اهيت. انا عايزاها تخينه كده علشان احطها على الكنافه اهي. ودي الكريمه بتاعتنا ضربناها اهيت، انا مش متقله الكريمه قوي، والكنافه بتاعتنا اتحمرت اهي. هنحطها بقى كده، تحطيها في كاسات، في اطباق، في اي حاجه زي ما انت عايزه، كل واحد حسب ما هو عايز بقى. نحط كده في كل بوله شويه. المانجا بتاعتنا حطيناها في التلاجة 9 برضه عشان الجو حر قوي هنا فهي تسيح. حطينا كده في كل كاس شويه، في كل بوله شويه. هنحط كده فوق كل قناع، كل شويه كنافه هنحط فوقهم ايه معلقتين كده 3 مهلبيه. نحط كده فوق كل طبق شويه. هنحط بقى كده شويه كنافه كمان. الكنافه دي حاطين عليها سمنه وحاطين عليها سكر بودر. نخش كده على شويه كنافه. هنحط بقى ايه، نحط الكريمه بتاعتنا.
انا قلت بقى لسه عباها في الكيس ولسه بعملها، الشقه حر قوي فانا قلت خفت لا تسيح. فهي انا عباها كده وخلاص، كده كده مش هنزين بيها يعني، نحط عليها حتتين مانجا، فمش محتاجينها في التزيين في حاجه يعني. نحط بقى كده يا حبايبي المانجا عليها. المانجا كملناها كانت في الفريزر، وقطعتها فكت كده معايا. كل طبق نحط عليه ايه حتتين مانجا. المهلبية عندنا ايه بالمانجا، المهلبية اللي احنا حاطينها ايه في الاطباق على الكنافة. يا حبيبي، قولوا ايه رايكم بقى في الجمال ده. كده بقى معانا شويه كنافه لسه، نجيب بقى صينيه نحطهم فيها كده برضو ايه، وبعدين برضو نبقى نوريها. يا حبايبي بقى، يا رب النهارده الكنافه بتاعتنا بالمانجا تعجبكم، قولوا ايه رايكم فيها. ما تنسونيش بقى باللايك والشير واشتركوا في القناه. وان كان صوتي يعني مش ظاهر قوي، انا عندي برضو تعبانه فمعلش اسفه على صوتي مش باين قوي. متنسونيش بقى باللايك والشير واشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.